السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم على قناتكم شيف كريمو. هذه ثاني وصفة راح نجربها معاكم بعد ما جربتها في روحي. عندي حوالي 7 أيام وأنا نتناول فيها، لاباس عطتني نتيجة مليحة. يعني فتحت لي الشهية ونشوف في روحي فيه تغير. خلونا الآن نروحوا لهذه الوصفة نتعرفوا عليها شوية. هذه الوصفة بزاف هايلة، سعرات حرارية عالية ومليحة للتسمين وللوجه، والمهم مليحة لتسمين الجسم كاملا. بزاف هايله هي ليكيب، واش نحكي لكم عليها، وزيد حلوه وبنينه. وهي بعد كي تاكلوها بعد تحسوا باللي راهي تطلب منكم المزيد من الاكل. يعني ترتق لكم لابيتي، يعني تفتح لكم الشهيه بزاف هايله. هنايا واش راح ندير؟ عندي 2 ملاعق كبار نتاع حليب البودره. يعني لازم حليب بودرة في هاد الوصفة يا جماعة. وش نزيد ندير لهم؟ فوالا انا راني نصور بيد ونحط المكونات في الكاس بيد ثانية. فوالا هادو 2 ملاعق يكونوا كبار ماشي ممسوحين، يكونوا 2 ملاعق كبار ومعمرين ببودرة الحليب. وهنا عندي ثاني 2 ملاعق كبار نتاع شوفان. جماعة الشوفان هنايا ما كان له تحمصوه، فهمتوني؟ يعني اللي ما يحبوش الطعم نتاعو وهو ني، يقدروا يحمصوه عادي جدا. فهمتوني جماعة؟ وش راح نقول لكم هنايا ثاني؟ الشوفان ما يترحاش. شوفوا جماعة، إذا كان رحيتوا الشوفان راح تديروا أكبر غلطة في حياتكم، أنكم رحيتوا الشوفان. الشوفان ما يترحاش خاصة في هذه الوصفة. هنايا واش ندير؟ عندي هذا الكاس نتاع 250 مليلتر. راح نبدا نخلط هذوك 2 مكونات الاولى، ومازال نزيد المكون الاخير اللي هو المكون اللي راح يزيد لكم في الميزان، وراح يسمن الوجه، يسمن تحت العينين، يعني بزاف هايل هذا المكون. فوالا بعد ما خلطت هذوك 2 مكونات الحليب والشوفان، راح هنايا نروح للمكون الرئيسي. يعني هنا عندي ياغورت ياغو. انايا لقيت تاع جوز الهند. انا تعجبني البنة تاع جوز الهند، يعني هي من الافضل انكم ديروا وحدة تاع فراز. يعني ياغورت فراولة بزاف هايلة، ولا بنان ثاني. حتى جوز الهند ما عليهاش، كاين برك فئة ما يحبوش الكون تاع جوز الهند. انا نحب الكون تاع جوز الهند وما نحبش الفراز. مثلا نحب بنان وجوز الهند، يعجبني هذا الجو تاعهم. يعني كي نخلطوا مع هذا مع الحليب والشوفان من بكري، جوز الهند يعجبني، نزيد يعجبني الشوفان والخلطة هذه. خلاص راح ناكلهم بلا مرفق، يعجبوني بزاف وراح يعطيوني واحد البنة، راح يفتحوا لي لابيتي، نولي نبقى غير ناكل باش نسمع. فوالا ليكيب، كما قلت لكم هنايا واش راح نضيف. اول حاجه قراو لا دات تاعكم، يعني تقراو التاريخ الاستهلاك تاع اي مكون كان. يعني الحاجه اللي تقدموها للجسم تاعكم قراوها قبل. هنايا راح نبدا نضيف الياورت نتاعي تدريجيا. كاينين كاينين يتبعوني بزاف يعني من خارج الجزائر، من الوطن العربي ومن الشرق. يعني نحاول اني نهضر لهم شويه عربيه فصحى باش يوصل لهم حتى هما ميساج. فهمتوني يا جماعه؟ يعني احنا الجزائريين صاي راهو الحق الميساج ديجا من نصف الفيديو. ومازال نزيد نقول لكم في اخر الفيديو باش تفهموا طريقه الاكل نتاعها وكتاش وكيفاش وشحال المده تاعها. هنا يا جماعة ضفت بالأول ملعقتين كبار هكذا بودرة الحليب، يعني بودرة الحليب مفهومة. ملعقتين كبار شوفان غير مرحي. وضعتهم في الكأس. وضفت حوالي 250 مليلتر ياغورت. ما على باليش ياغورت كيفاش يقولوا له. المهم ياغورت بانت لكم القرعة، يعني راكم فاهمين. ياغورت 250 مليلتر مع 2 ملاعق كبار شوفان، ملعقتين كبار بودرة الحليب. انا خلطت كلش مع بعضه يا جماعة. وش راح ندير؟ انقد يعني باردين ديجاني، حطيت الياغورت تاعي تبرد، فهمتوا؟ قبل ما نضيفها المكونات. نخلط كلش مع بعضها كما راكم تشوفوا. وطريقة الاستهلاك تاعو، شوفوا طريقة الاستهلاك تاعو فهموها مليح. صباحا قبل الأكل نقدروا نشربوا كاس نورمال،
ولا إلى قبل النوم بنصف ساعة شربوا كاس. اسمع لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم. سلام.